أهلا وسهلا بيكم في موضوع جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وقريب من نفسنا، وهو موضوع الصحة النفسية. هنحاول نركز على أهمية الاهتمام بصحة العقل والنفس زي ما بنهتم بالظبط بصحة الجسم. المرض النفسي هو مرض عادي، مش دلع ولا تمثيل، ومش معنى ان الشخص مريض نفسيا يبقى ناقص حاجة او قدراته اقل. بالعكس، في ناس كتير مميزين في مجالهم وعندهم مرض نفسي بس بيقدروا يتعاملوا معاه. الفكرة هنا في الدعم النفسي الحقيقي والتقدير والاحترام والمساندة الحقيقية للشخص عشان يتأقلم او يتعالج من مرضه. طيب ايه هو معنى الصحة النفسية؟ الصحة النفسية مش معناه الخلو من الأمراض النفسية. الصحة النفسية هي الإحساس بالراحة والقدرة على التعامل بفعالية مع الإجهاد النفسي وضغوط الحياة اليومية مهما كانت صغيرة. الصحة النفسية ليها نفس أهمية صحة الجسم، ومش معنى إن ألم الجسم ملموس يبقى ألم النفس عشان معنوي مش مهم. بالعكس، الألم النفسي بيأثر على طاقة الشخص وعلى إنتاجيته وعلى علاقاته بالآخرين. وعشان كده الصحة النفسية جزء مهم من صحتنا العامة، لأنها بتتحكم في أفكارنا وفي مشاعرنا في سلوكنا، وبتزود من إحساسنا بالسعادة والرضا والتوازن. كمان بتساعدنا إننا نتعامل مع التحديات ومع ضغوط الحياة اليومية بطريقة صحية، وبتساعدنا على إننا نتواصل بسهولة مع الآخرين وعلى إننا نقدر نتعامل مع المواقف الصعبة. وعشان تحافظ على صحتك النفسية لازم تهتم بالجوانب دي. أول حاجة التوازن العاطفي، وده بيشمل قدرتك على التعامل مع المشاعر بشكل صحي، وإنك تقدر تنمي مهاراتك العاطفية وتعبر عن مشاعرك بشكل مناسب. كمان إزاي تقدر تنظمها وتتحكم فيها وتعبر عنها بسهولة من غير ما تكبتها، وإنك تحس بالسكينة والرضا الداخلي عن نفسك. جانب أساسي من الصحة النفسية هو الثقة بالنفس، يعني إنك تكون واثق في قدراتك وتعرف قيمة نفسك، وإنك شخص مميز يعتمد عليه. نقطة مهمة جدا وهي الموازنة الصحية بين حياتك الشخصية وشغلك، وإنك تقدر تنظم وقتك كويس وتوفق بين التزاماتك الشخصية والشغل، وتحدد أولوياتك وتخصص وقت كفاية للأنشطة والعلاقات اللي بتقوي صحتك النفسية. ده بيشمل كمان اهتمامك بنفسك، وإن يكون عندك روتين يومي لحياة صحية، زي مثلا إنك تاخد كفايتك من النوم، تلعب رياضة، تهتم بهواياتك وتهتم باحتياجاتك الشخصية. مهم جدا ان انت تتحكم في توترك وتتعلم اساليب مناسبة ليك علشان تقدر تتحكم فيها، زي التأمل الذاتي والتفريغ الكتابي للمشاعر. نقطة جديدة مهمة هو التواصل الاجتماعي الصحي، وده بيساعدك على انك تبني علاقات قوية وتلاقي الدعم الاجتماعي اللي انت محتاجه. مهم جدا انك تكون واعي لطرق التواصل الإيجابية، وانك تنمي مهاراتك الاجتماعية علشان تقدر تتعامل مع الناس من غير خوف وبسلاسة. نقطة مهمة جدا وهي الاسترخاء. الاسترخاء هو جزء أساسي مرتبط بالصحة النفسية، وبيخليك طبعا مسترخي، وبيساعدك على انك تحافظ على هدوءك. كمان بيساعدك على تخفيف التوتر والتعب وتحسين صحتك العامة. في طرق كتير ممكن تقدر تستخدمها، زي التأمل، التنفس العميق أو أساليب التنفس عموما، واليوجا. كمان انك تشتغل على تطوير نفسك باستمرار وتحقق النمو الشخصي المهني اللي انت عاوزه، وان يكون عندك قدرات ومهارات كفاية عشان تحقق اهدافك وتلاقي الحافز علشان تقدر تستمر. واخيرا التعلم والنمو. التعلم والنمو ليهم دور كبير في تحسين الصحة النفسية. لما تكتسب المعرفة الكافية وتزود فهمك للعالم عن طريق قراءة الكتب، دروس الأونلاين، حضور الدورات التدريبية، المحاضرات، هتقدر تنمي مهاراتك في مجالات مختلفة، وهتتعلم تستكشف أكتر، ويكون عندك فضول لتفاصيل صغيرة ما خدتش بالك منها قبل كده. كمان هتقدر تتعامل مع المواقف الصعبة وتحللها. ده طبعا بينشط وبيحفز العقل وبيزود التركيز وبيقوي الذاكرة. كمان لما هتجرب هتتعلم ازاي تتأقلم مع المشاكل، وتدريجيا هتقوي من مرونتك. عشان كده التعلم والنمو مستمرين طول الحياة، وعملية ما بتنتهيش، وكل ما استمريت كل ما قدرت تحافظ على صحتك النفسية، وكل ما هتكون سعيد وراضي عن حياتك أكتر. ودلوقتي وصلنا من نهاية موضوعنا النهاردة. تابعونا في الحلقات الجاية، هنكمل موضوعنا عن الصحة النفسية. أتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.